السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات المتخصصة في زراعة الأسطح والبلكونات والنباتات العادية. معنا النهاردة نبات جميل كلنا بنحب ناكله طبعا، وموجود في كل مطبخ وفي كل بيت، وفي الدول العربية أكيد موجود برضه. معنا النهاردة البطاطا الحلوة. البطاطا هنزرع النهاردة شتلة البطاطا، والبطاطا شتلة طبعا. البطاطا شتلة بتيجي من أي مكان، إذا كان من مشتل أو من مكان تاني. ممكن نجيبها من عند بياع البطاطا، بتيجي شتلة خضرة، بتبقى يغطوا بيها مثلا الشوال بتاع البطاطا. ممكن الراجل اللي بيبيع في الشارع ناخد منه بواقي الشتلة دي الخضرة. والشتلة الخضرة دي زي ما حضراتكم شايفين هي موجودة هنا اهي. بنوضب الأرض كويس ونمهدها طبعا، ونجيب الشتلة دي. هي لها اتجاه من الاتجاه من أسفل القطع، يعني هتلاقي فيه قطع. الشتلة دي لها قطع من أسفل، ولها من فوق بقية الشتلة اللي هي الطبيعية من فوق، زي ما أنا ماسك كده بإيدي. فلازم ناخد من تحت. لو خدنا من فوق أو ضيرنا الشتلة أو اتجاه الشتلة هتدي نمو خضري، بس مش هتعمل جذور أو جذوع للبطاطا، يعني مش هتدي نمو خضري بس. فاحنا هنمشي صح ان احنا ناخد الاتجاه المظبوط بتاع قص الشتلة، زي ما انا هوري حضراتكم كده، زي ما انتوا هتشوفوا كده. انا بحاول افرد قدامكم الشتلة واخد من تحت، يعني المكان اللي انقطعت فيه من الارض هو ده الاتجاه اللي هو هينزل في الارض على طول في التربة. هو ده الاتجاه المظبوط، ما اخدش من فوق نهائي. انا كده استوفيت حتة ان الشتلة واحاول اقشر الشتلة من تحت واغرسها حوالي درنة واحدة او اتنين لتحت، يعني عقلة او اتنين زي ما حضراتكم شايفين كده. احاول امهد، اعمل فتحة او ثقب في التربة، بحيث ان النبات بيبقى مهما كان الشتلة بتبقى طرية وخضرة شوية، لو اتكيت عليها ممكن تنكسر او يجرى لها حاجة. فاحنا هنمهد شوية بحاجة حديد او خشب، المهم نفتح مجال في التربة، ثقب يعني. ادي احنا كده زرعنا اول واحدة، والبطاطا دي بتنمو على طول. يعني البطاطا الشتلة اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي تشم ريحة المية، تضرب جدر تاني يوم على طول في نفس التاريخ بعد 24 ساعة. هتفتش عليها بصبعك في التربة كده، هتلاقي ضربت شبكة جذور سبحان الله. يعني دي نمو ما شفتش كده خالص. الشتلة دي من الهوا كده يعني بتنمو من الهوا. يعني الشتلة دي انا احتيالي لو رميتها على الارض هتمسك في الاسفلت من شدة النموات بتاعتها. يعني اي حد مبتدئ خالص لو جاب الشتلة دي وحطها في اي تربة، حتى تربة مالحة، تربة هي بتشتغل زي الصاروخ. يعني مش عاوزة واحد شاطر او واحد كده او كده، سهلة خالص زراعة البطاطا الحلوة من الشتلة. هي لها طرق تانية طبعا من البطاطا العادية. لو جبنا بطاطاية وحطيناها في كوباية او في كاس كبير، كاس مية يعني، وخليناها طايلة المية شوية، بعد اسبوع هتعمل جذور وتبدأ تعمل في شتلات خضرة زي دي. وناخد الشتلات بعد كده وننقلها في القصيص. فاحنا بنيجي من الاخر خالص ونريح نفسنا ونشتري الشتلة. ممكن نشتريها من مشتل او نشتريها او ناخدها من راجل البياع البطاطا اللي في الشارع او في السوق. المهم دي حاجات كويسة هتشتغل معنا على طول يعني. وبالنسبة لرعاية البطاطا، هي رعايتها ما فيهاش حاجة صعبة ولا حاجة. هي مجرد احنا شتناها في التربة ونحافظ الري يكون معتدل. الري يكون معتدل طبعا، وما يكونش ضعيف، وما يكونش المية كتيرة برضو في نفس الوقت، لان الري على طول ممكن يعمل تعفن في الجذور، وده طبعا مش في صالح الشتل.
كل نشوف الشتلة طبعا. كل الشتلة ما نلاقي حواليها جفاف في التربة هنحاول نرويها بالراحة وبحرص، وما نحاولش نحط أسمدة في الفترة الأولانية نهائي. يعني الأسمدة بعد حوالي 20 يوم من الشتلة، على الشتلة ما تجمد وتضرب جذورها في التربة جامد وتستقر كده ولونها يستقر، والأوراق اللي هي كانت ناشفة اللي هي من اللي انتوا شايفينها زيادة دي تبدأ ان احنا ايه تغير وتطلع أوراق تانية جديدة، ونطمن النبات خلاص بقى قوي وماسك في الأرضية. في الحالة دي بقى هنحط لها سماد الكمبوست اللي انا طبعا، وفي السماد المورينجا، وفيه السماد اللي هو زبل الحمام، وفي سماد المخلفات المطبخ من الفواكه والخضروات والحاجات دي كلها. ودي طبعا احنا ممكن ان انا الاسمده دي احط فيها الرابط بحيث ان انتوا تشوفوه، او الحلقه ابقى جاهزه على طول تشوفوها على طول في نفس الحلقه. وكده احنا بنحاول نخلص القصيص، ولازم القصيص يكون قصيص غويط عشان البطاطا تنمو فيه وتعمل جذور وتنتشر، لان البطاطا عاوزه تربه تكون مخلوطه رمل على تربه سمراء زي انا بعمل كده. هروي بقى. اهم حاجه الميه في الاول، نشبع في الاول، لان البطاطا دي بقول في ثواني بتمدد، في ثواني سبحان الله. يعني انتوا كلكم هتنبسطوا من زراعة شتلة البطاطا دي، لانها ما بتكدبش. على قد ما انتوا شايفينها كده شتلة كده يعني شكلها كسلان كده، بس انت هتشوفوها بعد يوم او 2 هتشوفوا حاجة تانية خالص، نشاط وهدى وحاجة كويسة. احنا كده بنروي زي ما حضراتكم شايفين، والري ده طبعا في اول مرة لازم تبقى راية مشبعة. ماشي. البطاطا دي طبعا هتعمل عرش جامد، يعني هتعمل عرش وتمدد كده كويس. العرش ده كل ما تعمل عرش ونمو خضري تعرف ان في نمو جذري من تحت. في بقى هي عاملة زي البطاطس كده، تعمل جذور من تحت بطاطا وتعمل نمو خضري من فوق. احنا كده بنزرع البطاطا في مكان تاني اكبر كمان شوية برضو. في عندي قصيص كبير 60 لتر. ماشي. انا بعمل برضو فيه حوالي 4 شتل او 5 شتل فيه برضو، واحاول افتح برضو بحاجة حديد برضو، افتح مجال للشتلة بحيث ان انا احط الشتلة تنزل على طول، واكبس حواليها بحيث ان العقل بتاعتها طولها تشتغل على طول. ايوه كده كويس. وهنحط الشتلة بقى دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هنتابع بعد كده. هعمل برضو فيديو تاني هتابع بعد كده المراحل بتاعت نمو شتلة البطاطا. بس اهم حاجة نظبط الري بحرص، يعني ما يبقاش التربة مش محتاجة مية وانا اروح اسقي برضو واغرق مية، لا ما ينفعش. كل حاجة بالراحة كده وانت هتشوف الشتلة قدامك هي اللي محتاجة مية ولا مش محتاجة، هي اللي هتقول. دي تالت شتلة كمان في القصيص الكبير اهو. انا كده بحاول اروي، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، ويا رب اكون افدتكم. وما تنسوناش في الاشتراك وفي الشير وفي اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.